يعني العصر اللي انت كنت فيه ما لقيتش نص البردية الناقص، بس كتبت انت بنفسك بردية تانية. هو الموضوع ناقص تعقيد يا يحيى. أنا عارف إن كل يوم الحكاية بتكبر، بس أنا بحكي لك عشان تقولي أعمل إيه. يعني أنت دلوقتي معاك بردية من الأسرة الأولى؟ بالظبط، وأنا اللي كاتبها بنفسي. بس الغريبة إن أول ما رجعت لزماننا تاني كل الكلام اللي فيها اختفى. زي ما حصل في الصور اللي صورتها كنوز. أيوة، بس الكتابة والرموز موجودين من قبل التاريخ عكس التصوير. الموضوع ده محتاج تفكير عشان نقدر نوصل لحل يخلي الكلام اللي في البردية يظهر في عصرنا الحالي. لو الكلام ظهر يا أستاذ عصام، تبقى البردية دي تاريخية وليها قيمة ولا إيه؟ ده هيحددوا الكشف عليها. علم البرديات علم كبير، وعشان يتحدد عمر أي بردية لازم تتعرض على متخصصين في العلم ده، ولازم نوصل لنص البردية اللي مع عجيب. الخطر الحقيقي هيبدأ لما نلاقي النص التاني. لحد دلوقتي اللي معاه مجرد كلمات ناقصة ما يقدرش يعمل بيها حاجة. لحد ده ما يحصل لازم تاخد بالك، وخلي البردية اللي انت كتبتها معاك واوعى توريها لحد، حتى لو الكلام مش ظاهر عليها. انت بدأت تكتب التاريخ من الأول يا يحيى. صحيح، أنا نسيت أقولك، أنا عرفت دكتور عجيب عرف حكايتك منين. بجد؟ عرف منين؟ فاكر لما قلتلك إن الشرطة قبضت على عم حسني بعد ما لقوا معاه التمثال الأشبت المسروق؟ لما راح السجن بقى اتعرف هناك على مين؟ على فوزي والدكتور عجيب. الدكتور عجيب كان أذكى واحد فيهم، وما كانش مجرد لسه آثار زي حسني. لا 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 لا، ده كان بيفكر لأبعد من كده بكتير. وانت قدرت ازاي توصل لكل ده يا أستاذ عصام؟ أنا قلت مين اللي يعرف السر ده؟ انتوا وأنا وبابا وماما وحسني. مشيت ورا فكرة إن أكيد حسني حكى لحد الحكاية، وقدرت فعلا أوصل لأول الخيط لما عرفت التاريخ الإجرامي لدكتور عجيب، وطلع متورط في أكتر من عملية تزوير وأعمال كلها غير مشروعة. وده يا ولاد يخلينا ناخد بالنا أكتر من أي وقت فات. معاك حق يا أستاذ عصام.